سؤال واحد إلا جاوبتي عليه بصدق غادي يبدل الطريقة اللي كتشوف بها حياتك. واش فعلا ما عندكش الوقت، ولا عندك الوقت ولكن ما عندكش الرغبة والجرأة الكافية باش تعطيه لهذا الشيء؟ فكر فيها شوية. كل نهار كنكرروا نفس المعزوفة: ما عنديش الوقت نقرا، ما عنديش الوقت نتعلم، ما عنديش الوقت ندير سبور، ما عنديش الوقت نخدم على مشروعي، ما عنديش الوقت نتصل بشي حد كنبغيه، ما عنديش الوقت نجلس غير مع راسي. ولكن في الغريب كنلقاو الوقت فين نسكروليو في تيك توك وانستغرام، كنلقاو الوقت نشوفوا حياة ناس اخرين بالساعات، نعرفوا شكون تزوج، شكون طلق، شكون سافر، وشكون شرا دار. ولكن ملي كنوصلوا لحياتنا حنا فجأة كيتسلل الشلل وما كيبقى عندنا حتى دقيقة. وهنا كيبدا السؤال: واش المشكل فعلا هو الوقت كساعات ودقائق، ولا الوقت غير هو العذر الأكثر راحة اللي كيحمينا من مواجهة أنفسنا؟ في هذه الحلقة ما غاديش نهضروا على كيفاش تنظم وقتك ولا أفضل تطبيقات لإدارة المهام، هاد الشيء سطحي بزاف. اليوم غادي ننزلوا لأعمق طبقة في النفس البشرية، غادي نستعنوا بالفلسفة الوجودية ديال مارتن وجان بول سارتر، وعلم النفس المعرفي والعلاج بالمعنى ديال فيكتور. غادي نفكوا علاش التسويف ماشي كسل، بل هو آلية دفاعية نفسية. وعلاش خايفين من الوقت، حيت في الحقيقة حنا خايفين من الموت والحرية. الوقت عنده واحد الميزة غريبة بزاف، ما كيدافعش على راسو. إلا فشلنا المتهم الأول جاهز: ما كانش عندي الوقت. إلا ما تعلمناش الوقت ضيق. إلا بقات شي حاجة كنحلموا بها سنين وما بديناش فيها، نهار يكون عندي الوقت غادي نديرها. ولكن خلينا نسولو سؤال منطقي: واش الوقت كيتحكم فينا ولا حنا اللي كنقرروا فين يمشي؟ الوقت ما كيمشيش بوحدو، حنا اللي كنصرفوه بحال الفلوس بالضبط. إلا عطيتك 100 درهم في الصباح وغدا سولتك فين مشات وقلتي لي ما عرفتش، من حقي نقول لك المشكل ماشي انك ما عندكش الفلوس، المشكل انك ما عارفش فين كتمشي فلوسك. كل صباح الحياة كدير لك تحويل بنكي عجيب 24 ساعة، لا أقل ولا أكثر. الغني والفقير، الناجح واللي حس بالإحباط، طالب والوزير، كنا كنتوصلوا بنفس الرصيد الرقمي 86,400 ثانية كل نهار. ولكن علاش كيحسب لينا بلي الوقت كاين بوفرة؟ هنا كيدخل مفهوم كيسميوه علماء النفس وهم الأفق المفتوح. الإنسان في الشباب ديالو كيتعامل مع الوقت وكأنه بئر ما عندوش قاع. كينسى بلي الوقت ماشي مجرد رقم، الوقت كمية متناقضة حتميا. فاش كتقول ما عنديش الوقت، انت في الحقيقة كتمارس عملية هروب لغوي. السلوك ديالك كيقدم شهادة حية على أولوياتك الحقيقية. الكلام كيكذب، ولكن توزيع الساعات في النهار ما عمرك تقدر تكذب به على راسك. باش نفهموا علاش كنهربوا من الوقت، خاصنا نرجعوا لواحد من أعمق الفلاسفة في القرن العشرين، الألماني مارتن هايدغر. في كتابه الشهير الوجود والزمان، هايدغر كيطرح فكرة مرعبة ومحررة بنفس الوقت. هايدغر كيقول باللي الإنسان ماشي مجرد كائن حي في العالم، الإنسان هو الكينونة هنا. والميزة الوحيدة اللي كتخلي الإنسان مختلفة على الشجرة ولا الحجرة هي أنه الكائن الوحيد اللي عارف راسو غادي يموت. هايدغر كيقسم طريقة العيش ديالنا الوقت لجوج ديال الأنواع: الوجود الزائف والوجود الأصيل. الوجود الزائف هذا هو الوضع الافتراضي ديال معظم الناس، كنعيشوا الوقت كأنه وقت موضوعي، ساعات، تقويم، مواعيد. فهاد الوجود الإنسان كيعيش في عالم الناس، أو ما سماه هايدغر بالهم. خاصني ندير بحال اللي كيديروا الناس، خاصني نضيع الوقت حيت كلشي كيضيعوا، كنهربوا للمشغولات اليومية التافهة غير باش ما نفكروش في الحقيقة الكبرى. الوقت هنا كيولي تخدير. الوجود الأصيل، هاد الوجود ما كيبدا حتى كيوقع لنا اصطدام مع مفهوم كيسميه هايدغر الكينونة نحو الموت. شنو كيعني هاد الشيء؟
هايدغر كيقول لك ملي كتعرف وتستوعب باللي وقتك على هاد الارض محدد تماما، وان الموت ماشي حادثه كتوقع للاخرين فقط، بل هي امكانيه شخصيه فائقه ومؤكده لك انت، فجاه كلشي كيتغير. فاش كتقول ما عنديش الوقت، انت في الحقيقه كتعيش في الوجود الزائف، كتعامل مع حياتك وكأنك خالد. التأجيل والتسويف هما نتيجة مباشرة للهروب من حقيقة الموت، حيث لو كنتي مستحضر في كل لحظة باللي عمرك محدود، غادي تكتشف باللي الجملة ديال ما عنديش الوقت هي أكبر كذبة وبتكرها العقل البشري باش يخبي بها الخوف ديالو من الموت. الموت بالنسبة لهايدغر ماشي نهاية حزينة، الموت هو الفريم اللي كيعطي لوحة الحياة القيمة ديالها. بلا حدود اللوحة ما عندها حتى معنى. إلا كان هايدغر كيبين لنا كيفاش كنهربوا من الموت، الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر كيبين لنا كيفاش كنهربوا من الحرية. سارتر عنده مقولة شهيرة: الإنسان محكوم عليه بالحرية. شنو المعنى ديالها؟ انت ما اختاريتيش تولد، ولكن مجرد ما توجدتي انت مسؤولية مطلقة على كل خيار كديرو، حتى الا اختاريتي ما دير والو، هاد الشيء في حد ذاته خيار. سارتر كيشرح مفهوم دقيق كيسميه سوء النية. شنو هو سوء النية؟ هو ملي الانسان كيكذب على راسو ويدعي باللي هو ما عندوش خيار، باللي هو ضحية ظروف الوقت المجتمع ولا السيستم. ملي كتقول انا باغي نخدم على مشروعي ولكن ما عنديش الوقت حيت الخدمه واكلاني، سارتر غادي يجي ويشوف فيك ويقول لك انت كتمارس سوء النيه. انت اختاريتي تبقى في هذه الخدمه حيت الاستقرار ديالها كيحميك من مخاطره الحريه. انت اختاريتي تعطل الحلم ديالك حيت الحلم ديالك كيحطك وجها لوجه مع احتمال الفشل. الوقت بالنسبه لسارتر هو مساحه الاختيار، وملي كتقول ما عنديش الوقت انت كتحاول تحول راسك من كائن حر بوغسوا الى شيء صلب اونسوا، بحال الطاوله ولا الكرسي اللي ما عندهم حتى اختيار. علاش؟ حيت الحريه كتجيب معها القلق الوجودي. انت اختاريتي تبقى في هذه الخدمه حيت الاستقرار ديالها كيحميك من مخاطره الحريه. انت اختاريتي تعطل الحلم ديالك حيت الحلم ديالك كيحطك وجها لوجه مع احتمال الفشل. الوقت بالنسبه لسارتر هو مساحه الاختيار، وملي كتقول ما عنديش الوقت انت كتحاول تحول راسك من كائن حر بوغسوا الى شيء صلب اونسوا، بحال الطاوله ولا الكرسي اللي ما عندهم حتى اختيار. علاش؟ حيت الحريه كتجيب معاها القلق الوجودي. الا اعترفتي باللي عندك الوقت غادي تضطر تعترف باللي انت المسؤول الوحيد على الوضع الحالي ديالك، وهذا الاعتراف ثقيل بزاف على النفس البشريه، اسهل منه بمليون مره اننا نلصقوا التهمه في ضيق الوقت. دابا اجي ننتقلوا من الفلسفه لعلم النفس المعرفي والسلوكي. بزاف ديال الناس كيحسب لهم باللي التسويف هو مجرد كسل ولا عدم انضباط. هذا الفهم قاصر بزاف. علم النفس الحديث كيثبت باللي التسويف ماشي مشكل تنظيم وقت، بل هو مشكل تنظيم مشاعر. علاش كنأجلوا الحاجات المهمه؟ اولا الهروب من الألم النفسي. العقل البشري مصمم تطوريا باش يقلل الألم ويزيد اللذة. ملي كتفكر تبدا مشروع جديد، تقرا كتاب معقد ولا تبدا تتعلم اللغة، العقل ديالك ما كيشوفش النتيجة المستقبلية، كيشوف الجهد المباشر والضغط النفسي والاحتمال ديال الفشل. شنو كيدير العقل؟ كيهرب للحل الأسهل، جرعة دوبامين سريعة، سكرولين. الهاتف ماشي غير آلة ترفيه، الهاتف هو ملجأ نفسي كنهربوا ليه في كل مرة كيحس فيها العقل بالضغط. ثانيا حماية الصورة الذاتية. هنا كاين واحد السر نفسي خطير. أحيانا الإنسان كيأجل ماشي حيت ما باغيش الحاجة، بل حيت باغيها بزاف. تخيل عندك حلم تكتب كتاب ولا تفتح مشروع، هذا الحلم بالنسبة لك هو اللي كيعطي قيمة لذاتك. طالما أنك ما بديتيش الحلم كيبقى عايش في منطقة الاحتمال. في هذه المنطقة السحرية أنت كاتب عبقري محتمل ورائد أعمال ناجح محتمل، ولكن نهار تبدأ
الاحتمال كيتصادم مع الواقع. يمكن تكتب وتكتشف باللي الكتابات ديالك عادية، يمكن تفتح المشروع وتفشل. العقل ديالك النفسي كيحس بهذا الخطر وكيقول لك خلينا متوقفين هنا، خلي الجملة ديال ما عنديش الوقت كدرع كيحمي الكبرياء ديالنا. الانسان كيفضل يقول كنت نقدر ننجح لو كان عندي الوقت، على انه يقول اعطيت كل وقتي وفشلت. في وسط هاد التحليل النفسي والفلسفي المظلم شوية كيبان ضوء من كتابات الطبيب النفسي النمساوي فيكتور فرانكل، صاحب كتاب الإنسان يبحث عن معنى. فرانكل عاش تجربة مرعبة في معتقلات النازية ولاحظ شي حوايج غراب. الناس اللي كانوا كينجاو كيبقاو صامدين في هذيك الظروف القاسية ماشي هما الأقوياء جسديا، بل هما الناس اللي كان عندهم معنى كيتسناهم برا المعتقل. فرانكل كيقدم لنا أطروحة كتقلب الطاولة على مفهوم تنظيم الوقت. كيقول المشكل ماشي في حياتنا، ماشي في إدارة الوقت، المشكل هو إدارة المعنى. حنا ما كنعطيوش وقتنا للاشياء بالتساوي حيت الايام ماشي هكذاك، حنا كنعطيو وقتنا للشيء اللي عنده معنى اعمق في الوعي ديالنا. تخيل معايا الشاب كيقول ما عنديش الوقت نقرا، ولكن فاش كيتوصل بميساج من شي شخص كيجاوبو في ثواني، فاش كيبان ليه ماتش مهم كيلقى ساعتين، فاش كيتعلق الامر بمسلسل كيشوف 5 ديال الحلقات في ليله واحده. فين مشى الوقت؟ ما اختفاش. اللي تبدل ماشي عدد الساعات في اليوم، اللي تبدل هو حجم المعنى والشغف المرتبط بهذاك الفعل. ملي كتقول ما عنديش الوقت لشي حاجة، الحقيقة النفسية غير الواعية هي أن هاد الشيء ما عندوش معنى كافي بالنسبة لي في المرحلة الحالية باش نضحي على قبله. فرانكل كيقول لك بدلا من أنك تسول كيفاش نلقى الوقت، سول راسك شنو هو المعنى اللي مساعد نتعذب ونضحي بالراحة ديالي على قبله. ولكن هنا خاصنا نكونوا حذرين بزاف، حيت المخرج من هذا الوهم ماشي هو أننا نطيحوا في الفخ المقابل الهوس بالإنتاجية. في العالم الحديث ثقافة رأسمالية الوقت رجعت الإنسان بحال الآلة. خاصك تستغل كل دقيقة، تقرا وانت كتاكل، تسمع بودكاست وانت كتمشي، تخدم وانت في العطلة. حتى الراحة ولات مشروع خاصو يتخطط ليه قبل باش يزيد من الإنتاجية. هذا عبث وجودي آخر. الإنسان ماشي آلة إنتاج، الحياة ماشي جدول إكسل خاصك تعمرو بكل دقيقة مفيدة. هايدغر وفرانكل بجوج كينبهونا لهاد النقطة. كاين وقت خاصو يضيع باختيارك، كاين وقت خاصو يكون فارغ تماما، وقت غير باش تجلس وتشوف السما، تشرب كاس اتاي في هدوء، تهضر مع شخص كتبغيه بلا حتى شي هدف ولا حتى ما دير والو. المشكل ماشي هو تضييع الوقت، المشكل الحقيقي هو واش كتضيع وقتك بوعي واختيار حقيقي، ولا وقتك كيتسرق منك وانت مخدر بلا ما تحس. هناك فرق شاسع بين أنك تختار ترتاح وتعيش اللحظة، وبين أنك تهرب من مسؤولية حياتك عبر السكرولين في مواقع التواصل الاجتماعي. الأول استرداد للذات، والثاني هروب منها. دابا اجي نرجعوا للنقطه اللي بدينا منها. تخيل معايا هذا المشهد قبل ما نختمو. تخيل انك اليوم وصلتي ل 80 عام وجلست قدامك هذاك الشخص المتقدم في السن اللي هو انت في المستقبل، وجلستي تشوف في عينيك بعد عقود من الزمن، وعندك فرصه وحده تسولو سؤال واحد: شنو وقع في حياتك؟ علاش ما درتيش هذاك الحلم؟ علاش ما تبدلتيش؟ يمكن هذا الشخص غادي يبتسم بأسى ويقول لك كان كيحسب ليا ما عنديش الوقت وكنت كنستنى الوقت المناسب. غادي تسولو وامتى جا هذا الوقت المناسب؟ غادي يسكت حيت ما عمرو جا، حيت السنين كتكلها كتقول من بعد، ومن بعد تحولات العام، والعام تحول ل10، وال10 ولات عمر كامل مشى في الانتظار. كاين واحد النوع ديال الندم أقصى بمليون مرة من ندم الفشل، هو ندم الاحتمال غير المعاش. الفشل عنده جواب ينقذك، جربت وما نجحتش، ولكن الهروب بالتسويف كيخليك طول عمرك معلق مع سؤال قاتل ما عندوش جواب: شنو كان غادي يوقع لو انني غير بديت؟ الوقت ماشي شي حاجه كتمشي برا منا، حنا اللي كنمشيو فيه. الساعه ما كتجريش، حنا اللي كنقصو منها.
كل دقيقة كدوز دابا ماشي غير دقيقة كتضيع، إنها قطعة صغيرة من كينونتك كتخرج من يدك إلى الأبد. لذلك من اليوم كل مرة تلقى راسك كتقول جملة تخديرية ما عنديش الوقت، وقف لحظة، شوف راسك في المراية وسولها بصلابة، واش فعلا ما عنديش الوقت، ولا أنا خايف من الحرية، خايف من المسؤولية، وخايف نواجه الحقيقة ديالي. الحياة ما كتسناش الوقت المناسب، الحياة هي الوقت. وفي الأخير يمكن ما محتاجينش عمر أطول، محتاجين غير نكونوا أكثر وعيا وحضورا في العمر اللي عندنا دابا.